صباح الخير سيدي أحمد الشرع. لا تواخذنا في صدى بصوتي وهوا، اضطرينا نحط السماعات عشان سمعك صوتي الظريف. شو رأيك بالطبيعة سيدي؟ سيدي نحن هون بألمانيا، أنا جنب المطار، قريب على المطار، هيك فشخة بصير بالمطار، لحشة حجر. شو رأيك ابعت لك طيارة فول وحمص على الشام؟ سعر الفول والحمص عنا هون أرخص من الشام، جملته شغلة 20 سنت 25 سنت، مبيعه 70 سنت، يعني مبيعه أرخص من الشام. ابعت لك طيارة كلها فول وحمص سيدي، هدية مني إلك، مو مشان شي سيدي، شان انت عم تاكل فول وحمص بتشوف آخر أخبار الموقوفين السوريين بسجن رومية والإضراب اللي عملوه، شو صار فيهم وبحالتهم وبالأحكام اللي محكومين فيها. أنا طبعا ما بحكي عن المجرمين السوريين اللي بسجن رومية، عم بحكي عن اللي معتقلين بلا ذنب بسجن رومية بسبب انتمائهم للثورة السورية الطيبة. مو انت ابن الثورة سيدي؟ مو انت حررت سوريا من بشار الكلب سيدي؟ في معتقلين بسجن رومية نسيانينهم. شوف الطبيعة سيدي حلوة، ما حلوة الحرية سيدي، حلوة هيك الطبيعة ما أحلاها يا سيدي. كمان مساجين بسجن رومي عم يحلموا فيها، هذول اللي آمنوا بثورتنا بقضيتنا حبس الظلم، بس لأنه معارضين لبشار ال60 صومال. وفي منهم طبعا اللي كان ما عندهم اوراق، ما عندهم اقامات، كمان لانه بشار الجحش ابن 60 صرمان كان حارمهم يطالعوا اوراق وهويات وظروفهم الصعبه. سيدي مشاكل الشعب اهم ما تنزل على الشعلان وتاكل فول. وبرجع بذكرك سيدي بزماناته بشار الاسد ب 98 كان يعمل مثل المسلسل تبعه، ينزل على الشعلان ياكل صباره فول نابه. البلد بدها مين يدير باله عليها، والشغلات ما دخلها لا عقوبات ولا شيء، ما في وصرنا 7 اشهر 6 اشهر محررين سيدي. الشعب برجع بقول لك يعني اختنق الشعب سيدي.